مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم من جديد. قبل ما نبتدي الفقره عندنا 3 اخبار. اولها ان اللواء احمد صالح الاتكاوي اللي احنا قلنا ذكرى يعني نقلا عن معظم المواقع وعن مجلس الوزراء، موقع مجلس الوزراء، انه تم تعيينه محافظا الاسكندريه، نفى هذا الامر وقال انه هو تم تعيينه مستشار للمحافظ فقط، للمحافظة يعني، ما قالش للمحافظ. تاني خبر، فوز سامح عاشور نقيبا للمحامين للمرة الرابعة كنقيب للمحامين. والخبر الثالث، حبس المهندس صلاح دياب وابنه توفيق دياب 4 أيام على ذمة التحقيق لكل منهما طبعا. طيب نيجي للخبر لموضوعنا النهاردة. كان في على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي بيقول في الأنبا بولا، أو بيحث في الأنبا بولا اللي هو أسقف طنطا وتوابعها ورئيس لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة، إنه بيوجه في الأقباط خلال لقاء الجمعة، وده كان المفروض بكنيسة مار مرقس بشارع كليوباترا بمصر الجديدة، لانتخاب قائمة المصريين الأحرار وقائمة في حب مصر في المرحلة الثانية من الانتخابات. وقال فيها أنه ممكن الكنيسة أنها تهزم الإخوان. إيه الحكاية؟ وهل ممكن نفهم من هذا الكلام أن ده في تدخل من جانب الكنيسة في السياسة، من جانب الدين في السياسة؟ احنا دايما بنتكلم مثلا عن تدخل الدين الإسلامي في السياسة، هنا نفس الوضع، يعني احنا هنا بنتكلم عن مبدأ واحد اللي هو تدخل الدين بالسياسة، مع اختلاف الدين انه هذه المرة الدين مسيحي. معنا اليوم أستاذ فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر، وأستاذ رامي كامل رئيس مؤسسة ماسبيرو لحقوق الإنسان، وهو اللي رفع هذا الفيديو أو هذا التسجيل الصوتي. مساء الخير. واحكي لي حكاية التسجيل، حضرتك كنت حاضر سجلت ولا احنا معانا الفيديو أو هو فيديو صح ولا هو تسجيل صوتي؟ احنا عملنا له فيديو. انتوا هو تسجيل صوتي وانتوا عملتوه فيديو؟ عملنا له فيديو. بس احنا بيقولوا لي انه لا يصلح للإذاعة لأنه الصوت وحش قوي. يعني قريب هيبقى فيه نسخة كاملة بصوت جيد جدا بإذن الله. احنا بس نشرنا بالصوت زي ما وصل لنا، لكن انا عايز اعرف وصل لك ازاي. وصل ازاي؟ احنا من فترة، احنا بقالنا اكتر من سنة، كان قداسة البابا تودروس الثاني اتكلم عن انه الكنيسة لن تتدخل في العمل السياسي، وانه التوجه للكنيسة في المرحلة اللي جاية هو توجه روحي، وانه المواقف اللي بتاخدها الكنيسة هي مواقف وطنية لكنها ليست مواقف سياسية، وبالتالي كل ما يتعلق بالسياسة الكنيسة خارجه. فاحنا يعني من بعدها واحنا بنضغط علشان ننفذ المقولة دي او الوعد بقداسة البابا. فطبعا لان احنا عمالين نضغط، حصل شوية ملابسات كده اثناء السنة، انه نيافة الانبا بولا عمل اكتر من لقاء في اكتر من مكان اشتغل فيه او اتكلم فيه عن الانبا بولا تحديدا. عمل فيه توجيهات صريحة لانتخاب قائمة بعينها دون عن باقي القوائم، وانتخاب مرشحين بعينهم دون عن باقي المرشحين. فلانه احنا يعني لينا شوية انتشار، فكان في بعض الزملاء من مصر الجديدة كائتلاف كمؤسسة شباب كمؤسسة ماسبيرو، مؤسسة حقوقية مشهرة. فلانه عندنا بعض الاعضاء في المؤسسة موجودين في مصر الجديدة وهم من خدام الكنائس وبيتبنوا نفس افكار المؤسسة، ف يعني تم دعوتهم لحضور الاجتماع. فاكتر من حد سجل بالمناسبة، مش تسجيل واحد، اكتر من حد سجل المحاضرة كلها. المحاضرة كانت مدتها حوالي ساعة لنيافة انبا بولا، والمحاضرة وصلت لنا عن طريق احد اعضاء المؤسسة بيقول انه كل اللي بنسعى له نيافة انبا بولا بيهده، وكل اللي قداسة البابا بيقوله نيافة انبا بولا بينزل يعمل عكسه بالظبط. البابا بيقول مفيش كلام في السياسة، نيافة انبا بولا ما بيشتغلش غير السياسة. البابا بيقول انه الكنيسة تمثل الأقباط روحيا، نيافة انبا بولا بيمثلها روحيا وسياسيا واجتماعيا وكل حاجة. فما كانش في حل تاني بعد مدة سنة بحالها عمالين نناشد الكنيسة انها تاخد خطوات ناحية الابتعاد عن السياسة، الا ان احنا ناخد خطوة اعلامية حقيقية وننشر التسجيل. طيب تعليق حضرتك.
حضرتك حضرت اي محاضره للانبا بولا كان بيتكلم فيها في السياسه؟ لا. طب سمعت التسجيل الصوتي؟ برضو لا. بس كان اولى بيا ان انا اتصل مباشره بالانبا بولا اتساءلوا على التسجيل الصوتي دوت. طيب ليه ما سمعتش التسجيل يعني الصوتي؟ اولا لرضاءة الصوت. اوكي. ومدته ساعه بصراحه، يعني هو محتاج واحد يكون متفرغ ليه. لكن انا طبعا سئلت من بعض الصحفيين عن رايي حول التسجيلات، انا وضحت لهم لنفس السببين ان انا ما سمعتوش، والاقاويل ناس كتيره قوي لرضاءة الصوت صعب ان انت تسمعي او تفهمي منه حاجه. كويس قوي ان هم عرفوا يطلعوا منه النتائج يعني. طب مش هنشك في النتائج ديت، بس خلينا نقول الوصول للحقيقه بتتخذ الطريق المباشر. اتصلت بالانبا بولا، احنا بنحاول نتصل بيه دلوقتي، بيحاولوا ويفضل طبعا لانه هو افضل حد يتحدث عن نفسه. طبعا انا لن اتحدث عن الانبا بولا. طب وبرضه توضيحا، ايه بما انه يعني احنا لسه انا بس حابب اوضح مبدا مهم قبل ما نبدا النقاش. انا لا امثل هنا الا نفسي وائتلاف اقباط مصر الذي اتشرف في عضويتي به. لا امثل الكنيسه. الكنيسه تمثل نفسها من خلال قداسه البابا تودروس ثاني والمتحدث الرسمي باسم الكنيسه الاب بولس حليم. اوكي. وحتى في حاله الدفاع نحن ندافع عن مبادئنا واخلاقنا في احترام المؤسسات الدينيه، وليس في الدفاع عن الكنيسه. الكنيسه والازهر لهم رب يحميهم. طبعا نحن نحترم المؤسسات الدينيه. طبعا. ويمكن يعني حتى لو حضرتك ذاكرتك يعني تفتكر احنا من حوالي 3 سنين التقينا، وكان في المواجهه خالد سعيد المتحدث باسم الجبهه السلفيه، وكان في استئساد من الجبهه السلفيه على الازهر وعلى مشيخه الازهر، وكنا احنا بالدفاع عن المؤسسه الازهريه برغم اني مسيحي. أيوة. احترام المؤسسه الدينيه ده مبدا ما حدش مختلف في هذه النقطه. الانبا بولا وضح لي بعض النقاط. اول حاجه التسجيل تم في مبنى الخدمات التابع لكنيسه ماري مرقس كليوباترا وليس داخل الكنيسه. رقم 1. يعني ايه؟ يعني ليس داخل الحرمه الكنسيه. ايوه، يعني كان بيعمل ايه ساعتها الانبا؟ انا هقول لحضرتك. الانبا بولا هو مسؤول لجنه العلاقات العامه بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. وبالتالي منوط به ومن مسؤوليته ان هو يتواصل مع العمل المجتمعي. العمل المجتمعي ده بقى محليات، انتخابات، اشرافات، استفتاء، اي حاجه عمل مجتمعي هو منوط بيه ان هو يعمل عمليه التواصل، لان الكنيسه دورها وطني. الكنيسه القبطيه، في حد عنده شك الكنيسه القبطيه كنيسه وطنيه؟ لا طبعا. كنيسه خائنه او متآمره؟ ولا اي حد متآمر اصلا. كويس قوي. يعني احنا عندنا المبدا ان الكنيسه القبطيه لا ضد اي تخليل اي حد على وطنيه، وبالتالي الا اذا في دليل ضده. وبالتالي مشاركه الكنيسه في العمل الوطني هو يحسب لها وليس عليها. هنا بقى بنتساءل، احنا نعرف نفصل ما بين العمل الوطني والعمل السياسي، ولا احنا ما عندناش المعرفه فبنخلط ما بين الاثنين؟ طب ايه الفرق؟ الفرق ان العمل الوطني، وهدي مثال على الانتخابات. العمل الوطني ان الكنيسه تقوم بدور توعوي. لا ثواني معلش انا اسفه، انا عندي نقطه هنا مهمه جدا. حضرتك قلت لي انك كلمت الانبا. لا كلمت الانبا بولا. حاضر. قال لك ايه؟ قال لي اول حاجه ان الاجتماع اقيم داخل مبنى خدمات وليس داخل أروقة الكنيسة نفسها أو حرمة الكنيسة نفسها، لأن الكنيسة نفسها هي مكان للصلاة وليس أكثر. مبنى خدمات مش قدام جمهور ولا مش قدام جمهور؟ تم الاجتماع بلجنة المواطنة، ودي مكونة من خدام كنايس وليس كنيسة ماري مرقس كليوباترا فقط. وقام الأنبا بولا بعملية عملية توعوية معلوماتية عن الانتخابات القادمة، وبالأخص طبعا المرحلة الثانية. ايوه لان داخل فيها مقدمه مصري. يعني لو انا هكمل بس اجابتي واسمع من حضرتك على التعليق. لا عشان افهم، ما انا عشان تاكد لي ان انا فهمت صح. اتفضلي. وعشان خاطر برضو يعني انا عشان اما بفهم هقدر اوصل للناس طبعا. ممكن يعني الناس ما تبقاش فاهمه صح. يعني حضرتك عايز تقولي ان الانبا بولا اجتمع مع كهنه او قساوسه تانيين؟ لا هو اجتمع مع خدام وكهنه. الخدام اللي هم ايه؟ عشان كده بسالك. خدام في اللجان المواطنه بكنايس مختلفه. بيعملوا ايه؟ ما هو اللجان المواطنه ديت دورها زي ما قلت لحضرتك توعوي خاص بالتوعيه المجتمعيه في اي نشاط مجتمعي. يعني بينقلوا للناس كلام الانبا بولا؟ لا. امال ما هو عشان كده بسالك. بيوعوا الناس حول المشاركه الايجابيه في حياه الاجتماعيه. يعني لما انا اقوم ككنيسه بتوعيه الشباب اللي هو لازم تنتخب، اللي انت لازم تنتخب بس. مظبوط. هنا دي لا دي مش غلط، دي توعيه. توعيه مجتمعيه. هل قال وانا براها كمان في مجال حقوق الانسان؟ طبعا. ليس لها علاقه بالسياسه. طب هل قال لهم وعوا الناس او ارشدوا الناس انهم يروحوا ينتخبوا المصريين الاحرار او ينتخبوا مصر؟ هي دي النقطه اللي هتكلم مع حضرتك فيها. اوكي. انا سالته بالتخصص في النقطه دي. على مدار ساعه هو بيعلم او بيوجه الشباب كيف يتم العمليه الانتخابيه وازاي انتوا توعوا الناس والمشاركه الايجابيه، وده كله ليس له اي عمل سياسي. طيب
من ضمن الاطروحات في الجلسه ديت او في الاجتماع دوت طرح اسماء كل قوائم، طبعا باستثناء حزب النور، لانه لا يمكن ان حد من الاقباط عنده يعني مفهوميه أيوة. ان هو ينتخب حزب اساسا حزب النور. هذا حزب ذو إذا خلفيه المسيحيين دينيه. اعضاء حزب النور. لا مش ايوه حزب النور، قائمه حزب النور بصرف النظر بقى عن فردي ولا حتى قوائمه وداخلها ايه. هي فكره حزب النور اللي هو حزب ذو مرجعيه دينيه وطائفي، يعني ما فيش اي ترحيب من الاقباط جميعا، عموم الاقباط فهو طرح كل القوائم في الجلسه ديت. طبعا اختصت واقتلعت قائمه في حب مصر، لانه في بعض الشباب ما بالك المصريين الاحرار وحب مصر، والمصريين الاحرار برضه جزء على فكره من في حب مصر، في قيادات كتيره من المصريين الاحرار موجوده في حب مصر، وانا ما عنديش لا اعتراض ولا تأييد لا قائمه حب مصر ولا المصريين الاحرار، لاني انا مش ليا في العمل السياسي خالص، انا نشاطي حقوقي فقط. فهو طرح كل اسماء قوائم. هنقول ان اللي عايز يختص واللي عايز يجتزئ جزء معين وعايز يطلع منه بنصيب الاسد، قالوا ان هو بيأيد في قائمه حب مصر. لا ده بيأيد فردي مصري الاحرار. هنا طب هذه النقطه مهمه عشان نقف. لما حضرتك ما هو انا بس باعتراضي ان هو اتكلم على كل القوائم. ما هو ده عايز اساله له، هل هو اجتزأ ولا لا في الفيديو؟ ما ده سؤالي. طبعا تمام. هل اجتزأت في هذا الفيديو الكلام انه هو قال كل الاحزاب ما عدا حزب النور، وحطيت وخصيت بالذكر المصريين الاحرار وحب مصر كما يقول الاستاذ؟ رد صريح واضح قاطع، مفيش حد بيجتزئ ينشر فيديو مدته ساعه. يعني انا نشرت المحاضره كامله وكل الساده الصحفيين سمعوها، وكل الساده الصحفيين نشروا الموجود. انا لم اوجه احد للاستماع او بالتركيز على نقط معينه. الكلام كان واضح، هو قال نصا، قال احنا بندي قائمه في حب مصر لان قائمه في حب مصر هي القائمه الوحيده التي تواصلت معنا. يا جماعه ادوا قائمه في حب مصر لان القائمه الوحيده اللي تواصلت معنا. وده كان ردا على سؤال احد الخدام واضح وصريح، وهو قال الكلام ده بالنص. دي نقطه. النقطه الثانيه الفصل ما بين ما هو وطني وما هو سياسي، لان النقطه دي بدأ التلاعب عليها يبقى كتير. طيب ايه المواقف الوطنيه؟ المواقف الوطنيه زي ان الكنيسه تطلع النهارده تطلق حمله باسم عظيمه يا بلدي علشان الناس المصريين اللي في الخارج يعملوا رحلات سياحيه للداخل. دي مشاركه وطنيه عظيمه نحيي الكنيسه القبطيه عليها. لكن يقعد اب كاهن، اسقف، قسيس، قمص، اي حد قدام مجموعه من الخدام يكلمهم في قلب الكنيسه، تقول لي بقى مبنى خدمات، اصل هم كانوا قاعدين في مش عارف حاجه تابعه يعني مبنى الخدمات دي، وهو بيتكلم مع الحكومه تصنف منشاه دينيه ولا تصنف منشاه مدنيه؟ منشاه دينيه. لا مبنى خدمات تابعه للكنيسه، ما تبقاش في مستشفيات عامه تابعه للكنائس. يعني في مستشفيات، دي مستشفى مار مرقس اللي هي تابعه لكنيسه مار مرقس، مستشفى تابعه للكنيسه بس عامه مفتوح للكل. السؤال المستشفى كيان عام، لكن مبنى الخدمات ده بيقدم خدماته لكل الناس؟ لكل الناس، مسيحيين ومسلمين. في مركز كمبيوتر بيقدم خدماته لكل الناس. ما بتخشش تصلي فيه بس؟ لا مبنى خدمات ينفع تصلي فيه. حضرتك بتلف الدور. مبنى خدمات تصلي فيه. حضرتك معلوماتك منتقصه عن المسيحيه. مبنى خدمات تصلي فيه. الكنيسه تعمل فيها ايه؟ تلعب؟ لا منتقصه. مبنى الخدمات دوت ما فيهوش هيكل؟ لا يا فندم مبنى خدمات. اوكي خلاص مبنى خدمات. انت ادرى يا استاذ فادي. الكنيسه موجوده. استاذ رامي انا عندي سؤال، لكن هو حضرتك مسيحي؟ انا مسيحي طبعا. ما المعلومه برضه تشككك. ما انا عشان كده بس. لا مبنى خدمات. مش قصدي حاجه والله. مبنى الخدمات لا بس عشان بيتكلموا على الصلاه فانا حسيت ان انا يمكن الكنيسه هي كنيسه، مبنى خدمات مبنى خدمات. ايه اللي فيه كده؟ استاذ فادي وانت بتقول فانتوا لخبطتوني. لا هي منطقيه، كلمه منطقيه. مبنى خدمات يعني مبنى خدمات بيقوم باعمال خدميه، خدمات عامه. ممكن تلاقي فيه مستوصف، ممكن تلاقي فيه مشغل، ممكن تلاقي فيه حاجات محو اميه. انت مش عايز تسمعني ليه؟ ولكل مسيحيين ومسلمين. انت مش عايز تسمعني ليه؟ استاذ فادي كلموا بعض عادي والله. وخناقه وحادثه طائفيه كبيره جدا ومعروفه في المنيا كانت بسبب ان ده كان مبنى خدمات وكان فيه شعائر دينيه. حضرتك تقدر تنكر ده؟ ما تكلمنيش عليه مبنى خدمات ما بيقومش في شعائر دينيه. ما تكلمنيش عليه مبنى خدمات ما بيقومش في شعائر دينيه. من فضلك ما تسفهش اللي قدامك كده غلط. تقوم انت بزياره لكنيسه مرمورس كليوباترا. اوكي كلنا عارفين المبنى الاربع ادوار كلنا عارفين الكنيسه. انا الامر ما يخصنيش الا انه ده مبنى تابع للكنيسه. لا ما تدعيش على ان هو في كنيسه وان هو اتكلم جوه جمعت فيه الخدام يا استاذ فادي. خش في النقطه مباشره. خدام جمعتهم على القهوه، جمعتهم في شقه واحد. المهم انك انت كاسقف رجل دين وقفت
على منبر ما وبسلطتك الروحيه وجهت. طيب هو انا قبل 30 يونيو كنت بعمل ايه حضرتك؟ و30 يونيو تمت ليه اصلا؟ 30 يونيو اللي انت بتقول انك بتدعمها ككنيسه وانك انت اخذت موقف وطني فيها، هي 30 يونيو دي اصلا كانت ليه؟ لانه في بعض الشيوخ بيقفوا على منابر يوجهوا طائفي. حضرتك ببساطه رحت قلب الترابيزه وقلت اصل دول ما يقفوش بس انا اقف، دول ما يقولوش بس انا اقول. لا، انا كرامي كامل وكمؤسسه شباب ماسبيرو الداعمين للدوله المدنيه ما عندناش خيار وفقوس. رجل دين يقف على منبر يقول كلام سياسي انا برفضه. أنبا بولا تحديدا يقف على المنبر ويقول كلام سياسي. طب أنا ليه المجمع المقدس لا ياخذ موقف من الأنبا بولا. طيب ممكن اخد بس، هو استاذ رامي نفسه في هجومه طائفي، اقول لك ليه. يونس مخيون اللي هو رئيس حزب النور طلع تصريح وكان مسجل واتذاع اكتر من مره على قناه فضائيه بيدعو فيه اعضاء حزب النور السلفيين للنزول ومواجهه الكنيسه التي ستفوز مش عارف ايه، وخد الموضوع طائفي. احنا كلنا رفضنا ده. لا ما انت ما رفضتوش خالص. لا انا رفضته. استاذ رامي كامل، حضرتك بتقول ما رفضتوش، استاذ رامي كامل رفضته. استاذ رامي كامل هو واخد اتجاه وسلك انه لا يقوم باي مهاجمه واي استئساد ده هجوم شخصي، ده كلام شخصي. تعالي نمسك بس ثانيه. ده كلام شخصي. ثانيه يا استاذ رامي، طب ما تخشوا صفحته بلاش خير. احنا نرد على بعض دلوقتي، بلاش حكايه الصفحه. هي المواقف المثبته. احنا عمرنا ما شفنا لحضرتك لا هيرد على كلامه مهاجمه على الطرف الاخر اللي هو زي السلفيين. لا انا بقول لك انا برفض السلفيين وبستنكر افعالهم. نرجع بقى وبرفض ان هم يعملوا اي حاجه. نرجع بقى ايوه يا فندم، نرجع بقى رد في الموضوع بتاعك. ما انا بقول لك نرجع الموضوع بتاعك. الكنيسه ليها ممثل وهو قداسه البابا تودروس الثاني، ربنا يديم عمره. يعني الانبا بولا مش كنيسه، ومتحدث رسمي واحد فقط. تمام. هو ابونا بولس حليم، هم اللي يسالوا عن موقف الكنيسه العام. لو احنا بقى عايزين نشخصن المواضيع هنمسك في موقف فردي، ده لو اعترفنا ان هو خطا. الانبا بولا قيمه كبيره، ما هو قيمه كبيره ومحترمه وفوق راسنا كلنا، بس هنمسك شهير طيب تعالي نتكلم في نقطه بقى. لو اعتبرنا وده جزافا يعني ان هو موقف فردي للانبا بولا هو اخطا فيه، تعالي نعتبر ده ونسلم لهذا الامر. هو الموقف ده تكرر وتواجد وعندنا ادله واثباتات عليه. يعني انا اقصد توجه الكنيسه العام ايه بالظبط. توجه الكنيسه العام انبا بولا توجه يا فندم، بس ممكن تسمح لي بس ما تقطعنيش. ما كانش في قوس وانقاده بيدعو قائمه حب مصر. بعد اذنك انا محتاج اكمل. خليه يكمل يعني معلش، لو ليك حجه استنى لحد ما اخلص كلام بعد كده كمل كلام. فكره قطع التواصل دوت مش محبوب. فالكنيسه برمتها وبهيئتها واخده موقف معين وبرأسها ومتحدثها رسمي، الكنيسه على حياد تام. حتى استاذ رامي كامل فشل يعني كعادته، كان بيفشل كتير قوي في اقامه تظاهرات ضد الكنيسه عدائيه ضد الكهنه والاساقفه. عمل يعني دعوه لتظاهره 1 نوفمبر اللي فات وفشل برضه في الحشد ليها، وحتى يعني يشارك معها حد يعني. فادعى ان ابونا بولس حليم وبدون اي مصدر بيقول ان هم بيجروا ورا مصالح شخصيه، ونشر ده على صفحته لعمليه برضه الحشد العدائي ضد الكهنه وضد الكنيسه. واخد الموقف ده من زمان، ربنا يعينه عليه. ابونا بولس حليم اتصل بيا قال لي انا عايز رقمه، وما كانش معايا رقمه. اتصلت بواحد صحفيين واديت له رقم ابونا بولس. ابونا بولس من محبته اتصل بيه قال له يا ابني انت جبت منين التصريح دوت؟ ما لقاش منه اي معنى. الصحفي العمليه لا ما فيش صحفي نشر، هو استاذ رامي اللي نشر كده. نشر الا ابونا بولس حليم بيقول ان هم بيقيموا ان هم اصحاب مصالح شخصيه بسبب التظاهره اللي هم فشلوا في تنظيمها. وابونا بولس حليم ما قالش الكلام ده خالص، بس هو عمليه ايه؟ ما قدرتش اقيم مظاهره، فانا هيج بقى ضد الكهنه بقى، هيج ضد الكنيسه، ممثل الكنيسه وخلاص. عايز اجيش وعدائيا ضد الناس دي وخلاص. مفيش اي مبادئ. حتى فكره النشاط القبطي، ما لهمش اي نشاط قبطي غير ان هم يهاجموا الكنيسه. وكلمه نشاط قبطي للاسف بقت مسمى للاسف العموم ان ده واحد ضد الكنيسه للاسف. فخليني ارجع بقى. ابونا بولس حليم رجع قال له انت جبت منين التصريح دوت؟ ما لقاش اي مصدر ولا اي اساس لدوت. وبناء عليه استاذ رامي كامل اعتذر على صفحته لابونا بولس حليم على التصريح اللي هو متفبرك منه دوت. وبرضه برغم ان ابونا بولس حليم قال، لو سمحتوا ركز قوي في الجمله دي، قال وده المتحدث الرسمي باسم الكنيسه، يعني ده اللي يتاخد منه اللي عايزين نبني عليه. قال الكنيسه على حياه تام من الكل. طيب. وليست على توافق او اختلاف مع احد، هي على حياد مع كل. طيب. ومش في المشهد السياسي بتاع الانتخابات بس، في كل المشاهد الكنيسه تقوم بدور وطني محايد ولا تواجه احد، ولكن ترشد الاخرين للعمل الايجابي وليس ما ترشد دي يعني ايه؟ ترشد للعمل الايجابي، يعني لو سمحتوا شاركوا في الانتخابات.
لو سمحتوا في لا، ممكن استفتاء ترشد دستور. تقول لهم لا يا فندم، انا المصريين بوضح تاني اهو، النور. انا بوضح اهو تاني. ترشد يعني لو سمحتوا في انتخابات برشدكم من العمل الايجابي، المشاركه في العمليه الانتخابيه، لان ده دور وطني. لو الاقباط، لو الكنيسه ما قامتش بالدور دوت، هي منتقصه لدورها الوطني اللي هي معروف عنها من زمان، ان هي ترشد وتوجه وتوعي ثانية واحدة. ابناء شعبها للعمل الوطني. قبل ما يرد، لا قبل ما يرد بس استاذ رامي، انا عندي هنا سؤال. طب ما حضرتك بتقول ترشد وتوجه، ترشد وتوجه يعني انت ممكن تقول انه ممكن نروح يطلع اي انباء او اي احد من خدام الكنيسه يقول روحوا انتخبوا المصريين الاحرار. لا يا فندم، انا باكد تاني، بدون اي لغط، ترشد وتوجه للعمل المجتمعي والمشاركه الوطنيه في الانتخابات بالايجابيه، في الاستفتاء بايجابيه، في اي عمل وطني بايجابيه، في قناه السويس بايجابيه، في دور اللي هو قادم بدايه من النهارده في العمل لتنشيط السياحه بايجابيه، ترشد للعمل الوطني، ودوت ده جزء من اساس الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. استاذ رامي رد. طب اوكي، كده في نقطتين اتكلمنا فيهم نرد عليهم بتركيز. اتفضل. النقطه الاولى، انبا بولا لا يمثل. تمام؟ اسقف، عضو المجمع المقدس، رئيس لجنه علاقات عامه، لا يمثل الكنيسه. امال هو كان في قوس وانقاده بيعمل ايه؟ طلع بعدها على اسكندريه وعمل نفس الاجتماع، كان بيعمل ايه؟ كل اسقف بيمثل او لا يمثل دي مساله بترجع للاداره الكنسيه، لكن انا من بره انا ما اعرفش يمثل او لا يمثل. انا شايف اسقف واخد كارت بلانش من البابا، اتحرك في كل مصر، في كل الابروشيات، شغال دعوه سياسيه صريحه لقائمه في حب مصر. انبا بولا من اللي وضعوا الاسماء في قائمه في حب مصر. عايز دليل؟ اجيب لك دليل بالاسماء. ما تتكلمش لما تثبت دليل. يعني معلش بس يعني احنا بنتكلم في معاك تسجيل دلوقتي، معاكش بقى اللي هو حط قوايم وما حطش قوايم. ما دام معاكش دليل ما تتكلمش. وانا اقول لحضرتك ولا انا غلطان؟ وانا اقول لحضرتك ما دام معاكش دليل ما تصرحش. يقول لك معاه. ما انا ورينا اهو. اوكي، هو مش عامل حسابه النهارده يعني ان هو يبقى معاه؟ لا في مواضيع هيتكلم ده بالنسبه الكلام بس. ايوه حضرتك معاك دليل ان هو قام بعمل؟ طب اتفضل. طب ثواني. ايوه اتفضل. هنطلعها على الفيسبوك. اتفضل يا فندم. انت جاي النهارده تعمل ايه؟ هطلعها لك على الفيسبوك. انت طلعها لي على الفيسبوك. احنا بنتناقش دلوقتي في التسجيل، اصبر. حضرتك جاي تطرح موضوع لازم تثبت بادله واثباتات عشان الناس تبقى عندها مصداقيه في حضرتك. تسجيل لمده ساعه. بعد طبعا يعني من فضلك ما تقطعنيش. يعني حاول تثبت المصداقيه. من فضلك ما تقطعنيش. كفايه اللي فات. المصداقيه في ان انا مديك تسجيل لمده ساعه. ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. طيب ثواني. ما تتكلمش بقى في حاجه ثانيه انت معكش اثباتات وادله عليها. طب عندك عباره عن كلام مرسل. حضرتك هتكمل بس معانا على الهاتف. فانا بتكلم على الاثباتات اللي انت الكلام هحط يعني اللي هو الهرتله اللي احنا بنقولها دلوقتي. طيب معانا على الهاتف المفكر جمال اسعد. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ، ازيك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الله يكرمك. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. سمعت حضرتك عن التسجيل الصوتي الذي نشره استاذ رامي كامل رئيس مؤسسه ماسبيرو لحقوق الانسان، هو معانا دلوقتي، حول توجيه الانبا بولا للمسيحيين للتصويت لصالح المصريين الاحرار وفي حب مصر؟ أنا طبعا قرأت عن تصريح رامي ولم أستغرب أن يفعل الأنبا بولا هذا، لأن هناك سوابق للأنبا بولا في هذا الإطار. وهو عندما كان أحد أعضاء كتابة الدستور في 2012 و2014 تصور أنه هو الواجهة السياسية للكنيسة إذا كان هناك واجهة سياسية للكنيسة في الأساس يعني. وقد قام الأنبا بولا في انتخابات مجلس الشعب السابقة عندما كان هناك ما يسمى بالكتلة التي كان فيها حزب نجيب ساويرس، كانوا يعتبرون أن الكتلة هي حزب الكنيسة، والأنبا بولا قام بنفس الدور مع الكتلة. فبالتالي لا نستغرب على الإطلاق أن يكرر الأنبا بولا نفس الأحداث ويقوم بنفس الدور ويدعو لنجيب ساويرس، بس ليس من خلال الكتلة ولكن من خلال المصريين الأحرار، الحزب الظاهر والمسمى بحزب نجيب ساويرس. وكأن نجيب ساويرس أصبح هو الوصي على الكنيسة وعلى الأقباط، وكأن حزب نجيب ساويرس هو الذي أصبح يعني مقررا على الكنيسة وعلى الأقباط. وهذا من رأيي بيمثل خطورة حقيقية. أنا دوري من 30 سنة، من 3 عقود، وأنا أقول لا يجب أن تتدخل الكنيسة في العمل السياسي من قريب أو من بعيد. الأنبا بولا في سوابق على فكرة مش عايز أكرر أكثر من ذلك،
تدخل في كيف تختارون المرشحون ومن هم المرشحون الذي يجب أن تنتخبوهم. وإذا كان المتحدث الرسمي رد على رامي وقال إن كل واحد حر، لا، كل واحد حر في اسقفيته فيما يخص الجانب الديني والكنسي، ولكن في إطار المجمع المقدس، في إطار الثوابت والعليا للكنيسة. الكنيسة دائما والبابا دائما يقول أن الكنيسة لا تدخل في السياسة ولا تدخل في الانتخابات ولا تدعو لانتخاب مرشح بعينه أو حزب بذاته. فبالتالي يعتبر أنبا بولا بيخرج عن رأي الكنيسة وإجماع الكنيسة، بل يقحم الكنيسة في دور ليس دورها، مما يعني إذا قلنا أن حزب النور يريد أن يدين السياسة فالأنبا بولا يقوم بنفس الدور ويدين السياسة، وكأننا نسعى إلى دولة دينية ونتهم أنفسنا وندعي أننا نسعى إلى دولة مدنية. هذه ممارسات لدولة دينية تضر بالمسيحيين وبالكنيسة وبالمسلمين وبالوطن. طب أستاذ جمال، أنا عايزك تفضل معانا ومعنا على الهاتف الأنبا لوقا راضي راعي كنيسة أسيوط. الأب لوقا راضي. إيه؟ الأب الأب لوقا راضي راعي كنيسة أسيوط، صح؟ اتفضلي. أحد كنيسة أسيوط. مساء الخير. دلوقتي في تسريب صوتي. ألو؟ فصل. طيب أستاذ جمال لسه حضرتك معانا؟ معاك يا فندم، معاك. طيب أستاذ بس أنا ما كملتش كلام. لا، ما أنا عارفة، بس هو عشان نخلص التليفون ما تقلقش. هل لديك تعليق عايز ترد عليه أستاذ فادي؟ لا، بالأخص الأستاذ جمال أسعد وتاريخه يشهد عنه، يعني ليس تعليق على كلامه. فإن هو على صف كويس إن هو على صف المجموعة دي بصراحة. كل الناس خونة، كل الناس خونة. لا، هو الأستاذ جمال أسعد التاريخ يشهد عنه. يا أستاذ. نعم، اتفضل يا أستاذ جمال. مين يا أستاذ اللي بيتكلم ده؟ ده أستاذ فادي يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر. اولا هي بيقول ايه الاستاذ ده؟ بتقول ايه يا استاذ لو سمحت؟ بقول ان حضرتك ليك تاريخ والمعروف. تاريخ ايه يا استاذ؟ هو ايه ليك تاريخ ومعروف دي شتيمه يعني؟ هو هو لم يقل اكثر من هذا يا استاذ جمال. يا استاذ ايه هو تاريخ يا استاذ؟ لا، ما هو معروف بقى، احنا نقعد نحكي فيه. تاريخ يا استاذ، انا لا اندرج حتى ارد على مثل هذا الكلام، لان انا بسنا ووضعا وتاريخا لا يليق بك وبامثالك ان تتحدث هكذا. طبعا يا استاذ جمال، اتكلم مع البرنامج بتاع الاستاذه المحترمه، انما لا يعلم من انت حتى تتكلم ان تاريخ جمال اسد يعلمه المصريون يا ولد. ولك كل الاحترام استاذ جمال. ثواني اشكر جهل حضرتك عني. ثواني. انا طبعا حضرتك على راسي يا استاذ جمال اسعد، وحضرتك عارف معزتك عندي. طبعا انت عارفه معزتك عندي، وانا اول ما جالي معاكي طبعا انت عارفه يا استاذ. انا عارفه. وبعدين بتكلم في اطار سياسي، رد عليه سياسي يا استاذ. بالظبط، وانا اوافقك الراي تماما. معنا استاذ نجيب جبرائيل. استاذ نجيب، مساء الخير. حضرتك حضرتك من ضمن قيادات حملة لا للأحزاب الدينية. ماذا تقول عن الشريط الذي أو التسجيل الصوتي الذي انتشر مؤخرا حول الأنبا بولا أسقف طنطا يحث فيه المسيحيين على انتخاب المصريين الأحرار وفي حب مصر؟ أستاذ نجيب، هيك معايا؟ أستاذ نجيب جبرائيل، سمعني؟ أستاذ نجيب جبرائيل سمعني؟ لا، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. رجع لنا الأب لوقا راضي. ألو، مساء الخير. مساء النور. حضرتك سمعت سؤالي ولا أعيده على حضرتك؟ اتفضلي حضرتك، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك. في تسجيل صوتي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأنبا بولا، وهو يحث الناس على انتخاب المصريين الأحرار وقائمة في حب مصر. تعليق حضرتك على هذا التسجيل؟ هذا التسجيل إذا كان له مصداقية فهو يخص نيافة أنبا بولا، ونيافته يجاوب عن ما صدر بحقه في هذا الأمر. لكن احنا ككنيسة ندعم مصر وموقفنا مساند لمصر،
احنا دايما نشجع الناس في المشاركة بدون توجيه وبدون إملاء لأحد. نشجع الكل، أهلا وسهلا بالكل يشارك ويكون فيه إيجابية في الأمر. ونتذكر الموقف الرائع لسيدنا أنبا شنودة الثالث المتنيح البابا البطريرك لما راح له الدكتور مصطفى الفقي يطلب منه ان هو يرشح اعضاء اباط عشان الرئيس مبارك يعينهم في البرلمان، فقال له اكتب فرج فودة. فمصطفى الفقي رد عليه وقال له قداسة البابا فرج فودة مسلم. فقال له احنا ما بنختارش مسيحي ولا مسلم، احنا بنختار شخص يهتم بمصر كل مصر. الكنيسة موقفها مصري اصيل. الكنيسه طب اما الانبا بولا ابونا لما الانبا بولا يطلع نعم. ويقول هذا الكلام، حضرتك تعليق بتعتبره تدخل من جانب الدين في السياسه؟ الكنيسه موقفها واضح، لا توجيه لاحد ولا املاء لاحد. احنا دورنا نشجع الشعب المصري كله للمشاركه، ولكل انسان حق الاختيار من يمثله وما يعطيه ضميره ان هو يسنده. ايوه بس الانبا بولا الا يمثل الكنيسه ابونا؟ نيافه انبا بولا يجيب عن هذا الامر اذا كان هذا التسجيل يخصه ام لا. طيب. وايضا للسامعين لنيافته حق القرار في اتخاذ موقف يؤيدوه ام يعارضوه في هذا الامر. زائد اني هل انت تتصوري دلوقتي ان لو طلع اي حد في مصر يقول لاي حد انتخب هذا او انتخب ذاك، هل هيكون في سياسه القطيع والناس تمشي وراه وتقول له لا؟ اعتقد ان الامور مختلفه طيب. جدا جدا جدا. طيب ابونا في استاذ رامي كامل اللي هو سجل المحاضره او الكلام، عايز يسال حضرتك سؤال. اهلا بيك. ازيك يا ابونا، عامل ايه؟ اهلا يا رامي، ازيك؟ وحشني. ازيك يا حبيبي؟ عندي سؤال. عندي سؤال مهم يا ابونا. صحية العلاقه. لا بالعكس. عندي سؤال يا ابونا ومحتاج قدسك تجيبني عليه بصراحه. اهلا. ان كنت تعلم او لا تعلم، حتى انا مش هزعل انك تقول لي ما اعرفش حتى لو انت عارف. هل كانت هناك مشاده قويه جدا ما بين نيافة أنبا توماس أسقف القصية ونيافة أنبا يؤنس أسقف أسيوط بسبب دعم الأنبا يؤنس للأستاذة الدكتورة كريستين عادل في الانتخابات أو في وضعها في قائمة في حب مصر، ونيافة أنبا توماس كان بيدعم الأستاذة هند جوزيف المحامية، وفي النهاية نيافة أنبا بولا قرر إنه يدعم هند جوزيف كاحتياطي في قائمة في حب مصر، وتم رفع الاسمين ومع وضع هند جوزيف في الاحتياطي واستدعاء عنصر مسيحي بروتستانتي الدكتورة إليزابيث في هذه القائمة. وده دليل على تدخل الكنيسة في العمل السياسي، وزيارة الأنبا بولا أكتر من مرة لقاعة الفرافرة في فندق الماريوت والقعاد هناك مع قائمة في حب مصر. ده حقيقي ولا مش حقيقي يا أبونا؟ اتفضل رد. أنا هستأذن حضرتك أجاوبك بكل مصداقية وشفافية كاملة جدا. حينما سئل نيافة الأنبا توماس في هذا الأمر، سيدنا جاوب وقال لما يسألوني عن واحد من ولادي في أي مكان في مصر، أجاوب وأقول إني أدعم ابني في أي مكان وشرف لينا. فلما يسألوه عن رامي كامل أو فادي يوسف نقول له ولاد كويسين وولادنا وحبايبنا، لكن نحن لا نعطي تأكيد لأحد، كل واحد بشخصيته يسنده. أما ما أثير عن العلاقة بين سيدنا بس أبونا شكرا يا أمر عاري. لا ثواني نسمع أبونا للآخر. هو بيعري صحة الكلام اللي اتقال. طب يعني أبونا لا ما كذبش. لا أبونا ثواني بس أسأله أنا السؤال. أبونا بيقول لك عاري تماما من الصحة، يعني أنت كاذب. ثواني كذب إيه؟ بيقول لك ده عم. يا أبونا حتى اللغة العربية سهلة، ممكن أكلمه؟ مش سهلة في فهمها. أبونا اتفضلي يا أستاذة سلمى. نعم أنا مع حضرتك. هو حضرتك قلت كلام رامي عاري تماما من الصحة؟ أن هناك مشادة أوكي. بين الأسقفة اللي وردت. هذا الكلام
ليس له دليل ولا مصداقيه. طيب اوكي، حاجه تانية انه طيب دلوقتي في النقطة دي بس. انا اما يقول ده ابن ده في النقطه دي اللي حكيت فيها ولازم ادعمه، انا ممكن افهم ده في جوازه يعني، بس ما افهمهاش في السياسه. بصي، الامر ليس بسياسه، الامر لما نسال عن شخص هل هذا الشخص كويس ولا وحش، جيد ام غير جيد، يعطي رايه في الكل انهم جيدين. يعني ايه هو عشان مسيحي جيد يا ابونا قصدك كده، ولا فهمني؟ ما عشان انا اللي بفهمه دلوقتي ممكن غيري يفهموه. ممكن حضرتك تنتظريني لحظه؟ اتفضل. طيب، لما يسأل إنسان، إحنا كرجال دين أو كإنسان طبيعي تسأله عن أي إنسان في أي مكان، لا نستطيع أن احنا نقول إنسان سيء أو وحش، احنا بنقول إنسان جيد ولك أنت حق الاختيار فيما تريد. هو أنت تنتظري أن الجهات اللي بتختار الناس منتظرة رأي سين أو صاد أو عين فيما يختاروا قبل ما بيقرروا مين هم بيعوزوها. لكن انا عايز استفيد بالبرنامج بتاعك واطرح مبادره مختلفه، ممكن؟ اتفضل. احنا حاليا في ازمه الطياره الروسيه. صحيح. انا بدعو كنيستنا القبطيه بما له علاقه بالكنيسه الروسيه صح. نقيم دور وطني مش سياسي مخصوص. ده بقى العمل الوطني الرائع يا ابونا. لا اكمل. لا، ما هيفسروه سياسي برضه. ممكن بس استفيد بالوقت. نقيم قداس مخصوص من اجل تأبين الضحايا، وكنيستنا الوطنيه تدعي فيه كل الروس الموجودين في مصر والسفير الروسي، وسيدنا البابا يحضر القداس لو وقت قداسته يسمح ولا ده الاسقفه، وتتقال كلمه وتترجم لايف بالروسي. طيب. وقناه روسيا اليوم تذاعها. حلو قوي، واحنا هنتبنى هذه المبادره معاكم يا ابونا، وانا وبشكر رئيس بلادنا اقامه موسم تذكاري في مكان الحادثه، واقترح ان الشعب المصري يروح بالورود. طيب. والشموع يحطوها قدام سفاره روسيا. حلو قوي، هم راحوا فعلا على فكره. طب بسرعه في دقيقه تاني كميات ضخمه. ابويا البشوش بسرعه بليز. اهلا يا فادي، ازيك يا واتسابونا؟ دلوقتي احنا اكدنا بس حاجه، اولا ما فيش شخصنه، احنا من الاول مش عايزين شخصنه الموضوع. استاذ رامي كامل من اول ما قعد انبا بقول يبقى ده شخصنه، لكن الكنيسه عمالين ناكد ان دورها وطني. ثواني طيب انت بتشخصن اهو، بتكلم انبا بقول هو تشخيص وشخصنه المشكله. هو انت جاي حلقه مش عارف. ممكن نتكلم بس بشكل عام. الكنيسه احنا دلوقتي عمالين نتاكد ويثبت لنا ان الكنيسه تعمل عمل وطني محترم يقدر لها تاريخها المشرف. طبعا ما حدش بيشكك في ده خالص. انا عايز بس ولو افتروا وابونا لقى نفسه اكد الكلام دوت، وطبعا اثبت صحه كلام. طيب. عالم من الصحه. انا بشكرك جدا ابونا لوقا يهمنا بس ان احنا ما نشخصنش. مش هنشخصن. لا، الموضوع نقول الانبا بقول ثواني. انا ليا سؤال. انا مش برفضه. انا مسلم بيه. اتفضل. هل حضرتك عندك اي اثباتات ثانيه على اي شخص داخل اروقه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه يكون بعمل سياسه غير بولا؟ مفيش. ما احنا موضوع دور الكنيسه على لا ما تعليش صوتك وتتكلم بالاسلوب ده. هو دور انت عايز عندك انبا جبريل. طيب اسمع استاذ جمال وعلق عليك. يشهد لها. علق عليك واسمع انبا جبريل وهعلق عليك. بالراحه بس. هنا تشخيص وشخصنه المشكله. لا انت عايز تفك المشكله من حوالين الانبا بولا، دي حاجه ثانيه. يا فندم على فكره انا علاقتي بالانبا بولا انت عايز تفك المشكله من حوالين الانبا بولا، ده حاجه ثانيه يا ابويا. هو تشخيص لا المشكله. بالراحه تعالى في الانبا بولا فقط. ثواني بنتكلم عن دور العام. اسمع استاذ جمال اسعد وبعد كده انا عملت عليك صوتك. اتفضل يا استاذ جمال، انا بحاول والله ان انا اديك لو سمحت يا استاذ. اتفضل يا استاذ جمال، اتفضل. اولا فيما يخص الخلاف بين الانبا توماس والانبا يؤنس، هي القضيه بدات بماده الدستوريه الانتقاليه التي وضعت المسيحيون من ضمن الفئات المميزه، مما جعل القوائم تسعى الى الكنيسه والى الاساقفه حتى يرشحوا لهم مسيحيون، ليس حبا في الكنيسه وليس حبا في الترشيح بقدر ما ان يطلبوا مسانده الكنيسه لمن يرشحه الاساقفه. ولذلك ما حدث في اسيوط تحديدا، وانا من القوسيه اسيوط، ان كل اسقف في محافظه اسيوط كان له مرشح يريد ان يرشحه في قائمه حب مصر تحديدا. ومن هنا حصل خلاف، لا اقول صراع لا اقول مواجهه، ولكن كل منهم كان له مرشحه. وبالتالي فعلا زي ما بيقول رامي، لا جت هند ولا جت كريستين وجت اليزابيث.
هذه الممارسات سواء كانت فرضت على الكنيسة أو الكنيسة دائما تستملح أن تقوم بهذا الدور، أقول أن هذا خطأ خطأ خطأ، وهذا جعل هناك صراع خفي داخل الكنيسة للأسف. يعني انتقلت الصراعات السياسية إلى حضن الكنيسة من خلال هذه الممارسات التي لا علاقة لها بالكنيسة. أرجو أن يكون هناك دورا محددا للكنيسة، ودائما نقول هذا، والذين يتكلمون عن تاريخي وطني أقول طبعا. أن الكنيسة لا دور حزب وطني. حزب وطني. انت مش مذاكر اصلا، الراجل عمره ما كان حزب وطني. حرام لو أنا هسألك سمحت. سؤال، أنت يشرفك إن جمال أسعد في صفك؟ السياسة لها أدوار يشرفك إن جمال أسعد في صفك؟ اي حد عنده وجهه نظر يقولها. انت بتحجر على الناس ليه؟ انت بتحجر على الناس ليه يا ابني؟ حضرتك يشرفك. الدنيا مش اولى. ما انا مش عارفه والله. لو سمحت خليه يكمل كلامه ونرجع تاني. اتفضل يا استاذ جمال بعد ما يخلص نعلق. هو مش عايز يجاوب. الكنيسة لابد ان نضعها في مكانها الممجد ولا تتبنى الى السلوكيات السياسية. الكنيسة اكبر واجل من السياسة، وبالتالي نترك السياسة للسياسيون والاحزاب، نترك السياسة لمواطن المصري. احنا كلنا بنقول يفصل الدين عن السياسة. معاك حق. بشكرك جدا. كلنا بنقول فصل الدين عن السياسة. بشكرك جدا استاذ جمال اسعد. معنا استاذ نجيب جبرائيل. اتفضل استاذ نجيب. استاذ رولا، تحياتي طبعا لضيوفك وتحياتي للساده المتداخلين مع حضرتك، لكن استطيع ان اقول ان الكنيسه لها دور وطني ولا دور طبعا روحي. لا احد يشكك ليس فيها. لها دور سياسي. تمام. بمعنى لا تنحاز لحزب او فئه معينه او مرشح بعينه. ولكن انا على ما اعتقد من سياق الحديث ان الدستور نفسه في تفريده لماده الفئات المستثناه، وخاصه ان من بينهم الاقباط، طبعا محتاجين 24 قبطي. فطبعا لا احنا مش بنتكلم عن الفئات المستثناه يا استاذ نجيب. 24 استاذ نجيب هناك من يرى ان هذا افضل، او هناك من يرى ان هذا يمكن ان يوضع في القائمه الى اخره. لكن الحقيقه دي اشكاليه الدوله مش اشكاليه الكنيسه. طيب استاذ نجيب موضوعنا مش الفئات. استاذ نجيب في العموم طبعا انا برفض كحقوقي وكراجل سياسي، برفض تماما تدخل الكنيسه في الدوله في السياسيه. وده تعليمات قداسه البابا تودروس الحقيقه منذ البدايه. تعليمات واضحه وصريحه وجازمه وحازمه، اني مش اي حد ينحاز لحد، مش حد يدعو لحد، وانما الكنيسه تصلي من اجل الجميع. وايضا لها دور مهم جدا، وهي ان تحث الناخبين على النزول الانتخابات كعمل وطني وكمنظومه وطنيه، وللاقباط لهم دور كبير جدا جدا زي اخواتنا المسلمين بالظبط. ده دور الكنيسه. لكن فيما عدا ذلك اذا كان هناك شخص او اخر او اسقط او قسيس او ما شابه ذلك تدخل، هذا غير مقبول على الاطلاق وترفضه الكنيسه ويرفضه البابا نفسه. بشكرك جدا استاذ نجيب جبرائيل. حاولت اساله وتعداد الاباط يبلغ كام؟ يصل الى ما يقرب من 18 مليون. 18 مليون شخص. المشكله كلها في فرد واحد، ونقول هو ممثل وهو طيب مش بس كده في جور عليا كده، في جور عليا، مفيش جور عليك ولا حاجه. ونسكت على كنيسه دورها الوطني واخد الحلقه بصوته. خد يا باشا اللي انت عايزه، بس كل حاجه ليها قيمه. اتفضل. احنا دلوقتي قبل المداخلات وضحنا انه نيافه انبا بولا اولا باثبات صحه الواقع، لانه الكلام انا هبني عليه تاني، باثبات صحه الواقع بتاع الدكتوره كريستين عادل والاستاذه هند جوزيف والدكتوره اليزابيث في اسيوط، بناء على مكالمه ما بيني وما بين الدكتوره كريستين عادل بانها راحت لقداسه البابا تودروس قالت له يا قداسه البابا انبا بولا منحاز ضدي، مع ان اغلب الترشيحات من اسيوط بترشحني، لكن لانه نيافه انبا توماس بيدعم هند جوزيف فهو بينحاز لصديقه نيافه انبا توماس. فقال لها نصا، والعهده على كلام دكتوره كريستين عادل، قال لها نصا انه في تفويض رسمي مكتوب لنيافه انبا بولا بالتعامل مع قائمه حب مصر، ووضع الاباط في قائمه حب مصر. مين؟ قداسه البابا تودروس قال نصا للدكتوره كريستين بحسب المكالمه اللي بيني وبينها، كانت مدتها حوالي ساعه، وانه نيافه انبا بولا اللي هيشوفه هو اللي هيعمله، واكتبي لي الكلام دوت في شكوى مكتوبه. كتبته، راح مقشر عليه ومحوله نيافه انبا بولا. طيب هل في اساقفه غير نيافه انبا بولا بيتدخلوا في العمل السياسي؟ في اساقفه كتير جدا ما بيتدخلوش في العمل السياسي، لكن مثلا لما نقول نيافه انبا غبريال في بني سويف، نيافه انبا غبريال استقبل قائمه حب مصر ولا ما استقبل دونها؟
سامي خامة حب مصر ادله ولا معنى خش موقع العباط المتحدون هتلاقي الفيديو كله. انت جاي النهارده تطرح حاجه لازم يكون معاك. طبعا ما انا بقول خش موقع العباط المتحدون وابعت لكم الفيديوهات. انت جاي تعمل ايه النهارده يا استاذي؟ جاي تطرح حاجات لازم يكون معاك. هو عايز الادله شكلها ايه؟ اقول له خش الموقع هتلاقي. عايز ادله شكلها ايه؟ حضرتك يكون معاك حاجه تقدمها للاعداد تاكد كلامك. هو كلام مرسل وخلاص. كلام مرسل ايه يا استاذ؟ ده شوفها البلد كلها يا فندم. هو حضرتك مغيب؟ ما شفتهاش. حضرتك شفتيها؟ ببعتها لك. ايه الكلام ده؟ نيافة أنبا غبريال نيافة أنبا بخوميوس استقبل قائمة حب مصر دون غيرها. أنا بتكلم إنه في أساقفة تانية بتستقبل. لا، في وضع عام داخل الكنيسة بالميل للعمل السياسي، بالاتجاه مباشر ناحية العمل السياسي. الكلام ده خطر على مصر، الكلام ده خطر على المدنية، الكلام ده خطر على وحدة البلد. لما يطلع كاهن هنا وشيخ هنا والاثنين ماسكين ميكروفونات قصاد بعض، ده ادوا دول وده ما تدوش دول اصل التانيين هيدوهم، الكلام ده خطر. شكل الموضوع ليس شخصنه. حلو. الكلام ده خطر. كمل بقى. هو ليه ما قدمش ده كله؟ ليه ما قدمش غير الفيديو بس بتاع الانبا حضرتك؟ عشان احنا ما طلبناش. لا، على صفحته، على صفحته الشخصيه. لا على صفحته الشخصيه. حاجه من ده كله خالص. لو على صفحته الشخصيه ارجع بس ورا شويه. حضرتك نرجع يا فندم ونشوف. ما بنلاقيش غير شتايم وغلط في الكنيسه ومزايده. حضرتك بتشوف شتايم في الكنيسه ويعني اعدائيه. وبيقول للكهنه اوعى تبوس ايد الكاهن. ليه؟ اكسر الجبروت والكبرياء اللي جوه قلبه. هو مش فاهم اي حاجه عن مبادئ المسيحيه. في احترام رجال ده تشكيك في المسيحيه وتشكيك في ديانته. ايوه فندم، انا هقول لحضرتك هو كاتب كده على صفحته. دي اراء. تعالي بس نجاوب على النقطه ديت. الكاهن هو ممثل بالنسبه لنا لسيد المسيح. لما نيجي نقبل يديه هو لا تقبيل يديه شخصه لصفته. ده نقط. هو لا دي مربوط عليها لاهوتيه. مبادئ. لا دي مربوط عليها لاهوتيه. حتى الاطفال بيدرسوها كان عارفها وما قدرش يهاجم بدون وعي او بدون فهم هو بيقدم ايه. يا استاذ فادي حضرتك عشان كده بيلاقي تناقض عليه. انبا بولا قال لك الانبا بولا انبا بولا وكنيستك علموك تهاجمني شخصيا. اول ما اختلف ما بيواجهش حد. يعني انا كافر عشان حد يواجهني. لا انا كافر. لو سمحت بس اعتذر على اللي انت قلته دلوقتي. لا مش هعتذر. لا يا فندم، انا ما اسمحش ان حد يقول لي حد بيواجهني. انت موجه يعني انا ما اسمحش موجه. ايوه بس انا يعني معلش هو شخصيا تجهل الكثير. حضرتك دلوقتي بتهاجمني شخصيا كتيره وبيفشل طب حضرتك دعوه 1 نوفمبر حضرتك فشلت. ما احنا لغيناها علشان جالنا الفيديو دوت وبعتناها لكم. ده بالعكس، ده اكبر دليل انك تقيم المظاهره. سبحان الله، ده هو ممكن مظاهره لعدم بيدعو ان هو الكهنه بيتدخلوا في السياسه. مش دي تدعوه ان هو يحشد مظاهره. ما حشدش ولا لاقي. وزيها زي 9/9 زيها زي اي تظاهره. استاذ رامي كامل بيدعو ليها مع ناس ثانيه ما لهمش. لا دعيت ليها يا فندم ومن ضمن الداعيين والمشاركين ليها على صفحتك. طب انا معايا يا فندم ما يثبت ان استاذ رامي كامل من ضمن الداعيين لمظاهره 9/9. وبعد اذنك ما دام انا عندي الدليل لازم اثبته للكل. طيب اكمل بس الكومنت بتاعي اهو يا فندم. كمل لغايه ما يطلع. لغايه ما يعمل لي محاكمه تفتيش بس. لانه اتفضلي يا فندم. تظاهرة 9/9 نشطاء باط يخططون يختارون الامن وتنظيم وزاره 9/9. رامي كامل ساشارك في هذه التظاهره لانه ضد خلط الدين بالسياسه، رغم التظاهره اساسا مش كده حوار شخصيه. في هذه التظاهره هو انا ساشارك بص الثاني كمان بياكد فيه هو يشارك في التظاهره. ساشارك مشاركه. لا انت بتكذب كده. مشاركه ولا دعوه؟ يا فندم انت قلت لا دعوه ولا مشاركه. انت بتكذب. وادي الدعوه بتاعت حضرتك. انا شاركت. وادي الدعوه بتاعت حضرتك. انت بتكذب. وادي الدعوه. انت بتكذب ليه يا فندم؟ اذكركم انني ساشارك في تنظيم. اذكركم بانني ساشارك في تنظيم تظاهره 9 سبتمبر رفض الدور السياسي. أشارك مش ادعو. طيب يا فندم شكرا يا استاذ. هو لما يحطها على صفحته ويبلغ الناس دي مش دعوه. دي مش دعوه. لما يكتب بوست ويدعو الناس للمشاركه يعني دي مش دعوه. احط الصفحه الشخصيه. وبعدين هو قال انا لا اشارك ولا ادعو. استاذ رامي كامل اي حاجه ضد الكنيسه حتى ضد 9/9 لما كنا هنا مع حضرتك بنتناقش فيها. ده ظاهره احوال شخصيه. انا هشارك. لا. انا اي حاجه ضد الكنيسه هشارك. سمك لبن دبر هندي هشارك. انا ضد الكنيسه. شوف انت بتعمل ايه. انا ضد الكنيسه. هي المشكله اللي احنا لا ندافع عن الاشخاص. يعني يا فندم بس اسمعني بس اسمعني يا فندم. انا مش عارف اكمل كومنت حضرتك. احنا بندافع عن الاشخاص. بس انا عايزه اقول لك حاجه. بندافع عن استاذ رولا حضرتك جايبيني هنا عشان ندافع عن مبادئنا واحترامنا. لا احنا اتربينا جوه مؤسسات دينيه نحترمها. يا عم ونجل رجال الدين. انت لو كنيسه لو تربيه الكنيسه بالمنظر اللي انت بتقوله ده غلط. لا يا فندم تربيتي واضحه جدا وصفحتي لا تشمل اي لفظ خارج وصفحاتكم تشمل قباحات وتدني اخلاقي ليس له مثيل. شكرا انت مؤدب. هي دي تربيه الكنيسه فعلا. هي دي تربيه الكنيسه فعلا. وبرده ما يثبت دوت. طلعت كداب وقلت لك انت ما قلتش بتشارك وبديك بتشارك. انا قلت ان انا مش مشارك. قلت مش مشارك. ان انا مش داعي. لا يا فندم الحاله ديت هو بتسجل. حضرتك قلت لا داعي ولا مشارك وديك مشاركه وبتدعو ليها على صفحتك الشخصيه. قلت لك ما دعتش بس يا الهي. ولما يكتب وسط ويدعو الناس للمشاركه. طب انا عندي سؤال.
هو يعني خرج بالموضوع بره موضوع الحلقه. لا هو موضوع حضرتك مش موقف. انت جاي تدافع عن الانبا بولا وجاي تدافع عن الكنيسه بالرغم ان هي بتلعب سياسه. هي المشكله هو بيقول لك بيدافع عن بولا رغم ان احنا قلنا من الاول انت بتدافع عن موقف، انت بتدافع عن موقف سياسي. ما هو بس برضه يا استاذ فادي في نقطه، ارجع لنقطه الموضوع. في نقطه انا مش هو ما ذكرش من الصبح غير الانبا بولا. ثواني لان موضوعنا هو الانبا بولا. لا يعني موضوعنا الانبا بولا ده اسقف تتجه مع هذا الشخص. بالعكس ايوه المؤسسه بالكامل مؤسسه وطنيه. عندك بيان واضح. حضرتك عندك شكل المؤسسه القبطيه الارثوذكسيه. انت ليه بتاخد على انها طعن في وطنيه الكنيسه؟ طب ممكن تجيب الكنيسه بتلعب سياسه ولا ما بتلعبش؟ انا بحاول ارد. ممكن ارد. انا بس ملاحظه حاجه لو سمحت لي. هو اولا ذوق شويه كده عشان خاطر الكاميرا بتاعتك. انت واخد ايوه كده، ايوه بالظبط، يمينك كمان ايوه، عشان حضرتك التوتر خلاك هتيجي تقعد ثواني اوصل معلومه. لا هو بينكرها رغم ان هي منطقيه واقعيه. انت بتقول محكمه تفتيش، انا عندي ارائي، انت مالك بيها؟ ما يا فندم ارائك دي تحتفظ بيها ما دام اراء. ما تكتبهاش على صفحتي؟ لا تكتبها بس بدون كذب بدون وانت تيجي تحاكمني وبعد كده ابونا بولس حليم يطلع يكذبك. ما انا لسه بكمل راضي يطلع يكذبك. كذبني انت شكلك ما عندكش لا مصداقيه ولا في ابونا الاراد دعواتك بتفشل فيها لان ما عندكش مصداقيه ولا كذبني في ابونا. يا عم انت عمال تجري في الكلام اللي كذبني في ابونا الارادي. قال لك كل كلام انت قلته ده علي تمام قال كل الكلام يا استاذه؟ ايه يا فندم؟ استاذه رولا قال كل الكلام فيما يخص لكن بقيه الواقع صحيح. ادعاءات الكنيسه دور وطني اكد الكنيسه وطنيه. بقيه الواقع صحيحه. بيسكت على الواقع صح. بطل يا ابني، الكنيسه بتلعب سياسي. الكنيسه بتلعب سياسه. ابونا له اراضي رفض انه اشتري طريقك انت في الوهم ده وتكمل. شوف مين بيتابعك. ما ممكن اكمل دعواتك. ما تسمعوا مفيش حد يعني حتى امتى هتسمحوا لي اتكلم؟ اتفضلي طبعا. امتى هتسمحوا لي اتكلم؟ اتفضلي بس اكمل الكومنت لان انا ما كملتوش. لا انا اللي هتكلم. معلش. بدايه استاذ فادي انا عايزه اقول لك حاجه، يعني لو سمحت لي. احنا بنتكلم في جزئيه، يعني حضرتك كل شويه عمال تقول شخصنه الموضوع، الموضوع فعلا يخص الانبا بولا. ثواني ممكن اتكلم؟ جميل. ارجوك مش يخص الكنيسه بالكامل. ما تقاطعنيش. اولا يخص الانبا بولا، وبعد كده تفرع منه انه في بعض الوعاظ او القساوسه او لما نثبت ده اوكي. يعني ما ينفعش انه طول ما احنا قاعدين يعني تعمل لي ارهاب بانك انت تقول لي ثواني ممكن اكمل. واحد بيدعي عليك وبيشهر بيكي وبينشر كذبا وتضليلا. ما هو انت هيبقى دورك غير انك تدافعي. ممكن اكمل عن حقك. ممكن اكمل. اما انت ثواني اما ترهبني واجي مثلا يجي عايز يتكلم في موضوع خاص تفصيله صغيره لا تخص كل الكنيسه، تقعد كل 5 دقائق هل تشكين ان الكنيسه وطنيه؟ هل تشكين ان الكنيسه وطنيه؟ هل تشكين؟ ما حدش بيشكك ان الكنيسه وطنيه، ما حدش بيشكك ان الازهر وطني، بس في من جواه ناس بيعملوا حاجات ضد الازهر. توجه عام. ما حدش قال توجه عام، احنا بنتناقش ولا حد قال كده. ما دي النقطه، ما احنا متفقين. لا هو قال في بعض قال بالظبط كده جمله مفيده. يعني قال يا استاذ رامي انت شايف الكنيسه توجهها العام سياسي؟ هو قال بعض وبعض. انا قلت انه في كثير من الاساقفه لا يعملوا في العمل السياسي. قال كده بالظبط. وبيترفعوا عن العمل السياسي. وفي كثير من الاساقفه متورطين في العمل السياسي. حضرتك هل ترى ان الكنيسه توجهها العام سياسي؟ ما دام لم يتخذ قداسه البابا تودروس موقف. واضحه بس. ما دام لم يتخذ البابا تودروس موقف. هو مؤمن ان الكنيسه توجهها العام سياسي. دي النقطه اللي احنا بنفصل المفهوم بتاعه ده من الراي العام. طيب الكنيسه توجهها العام. انا ممكن بس اكمل الكومنت بقى. يبقى هنا بقى انا خلاص وضحت هذه النقطه تكملوا. ممكن تكمل الكومنت بقى. اذا نيافه انبا بولا رجل يعمل في السياسه، اسقف من اساقفه المجمع المقدس. ايوه انبا بولا يعمل في السياسه. تاني نقطه الشخصنه. ما هو موضوعنا نقطه الشخصنه بس. تمام. مرفوض عند استاذ فادي استاذه رولا تماما، مرفوض تماما اني اتكلم عن الانبا بولا وهو صاحب الواقعه. لكن مقبول عنده انه يقعد يقلب في صفحتي ويحاكمني على الهوى على ارائي الشخصيه. انا ليه اراء شخصيه في الدين، ليه اراء شخصيه في السياسه، ليه اراء شخصيه في الحريات، تعمل لي محكمه تفتيش. مقبول انه يخش ويشخصن الموضوع معايا ويشوهني على الهوى في مقابل انه يبقى بيدافع عن حد تاني، لكن مش مقبول ان اناقش صاحب المشكله الحقيقيه وصاحب التسجيل اللي مدته ساعه. ده مش مقبول. فين الشخصنه هنا؟ لا مين اللي بيشخصن؟ هترد بس هنا انا عايزه اؤكد ان صاحب الموضوع
الأنبا مولا له كل التقدير والاحترام، ولكن وهو الوحيد اللي له حق الدفاع عن نفسه ويتكلم عن نفسه، عشان الأخ معتقد ان انا بدافع عنه. ولكن هو لأنه قيمة كبيرة ما كانش ينفع نفوت حاجة زي كده من غير ما نتكلم، وكنا طبعا نتمنى ان احنا نعرف نعمل مداخلة معاه. انا ليا سطر عشان خلاص وقتنا بيخلص، تعليق أخير. الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، الكنيسة بكامل رمتها من رأس البابا تودروس مرورا برجال الإكليروس والشعب، هم وطنيين من الدرجة الأولى على مدار تاريخهم في كل العصور وفي كل العهود. إن احنا نبدأ ناخد الكنيسة ونقول بتلعب سياسة وبتلعب دور سياسي ونسقط عليها إسقاطات وادعاءات باطلة، طبعا احنا النهارده يعني كشفنا الكثير وكثير، ونحن وغيرنا من المداخلات كشفوا الكثير من هذه الأمور. أنبا بولا هو الذي يستطيع أن يتحدث عن نفسه. سؤال عن الأنبا بولا، أنا قلت في محادثتي الأولى والأخيرة معايا مكالمة واحدة من ساعة ما أنا معلش أنبا بولا اترسم على كرسي. أنا طيب أوكي، عندنا الأنبا لوقا لسه رجع تاني عايز يعمل تعليق أخير. اتفضل أبونا لوقا. اهلا بيك. انا بس عندي تعليق من نقطتين بسرعه لو سمحت عشان وقتنا خلص. حاضر اتفضل بسرعه جدا. واحد، للولاد الاثنين ما تنسوش انكم انتوا الاثنين كنتوا مع بعض في مسبيرو وعملتوا حاجه كويسه، فما تضيعوهاش انتوا الاثنين. عايز احط نقطه مع حضرتك وتناقشيها. هل من الممكن تعديل لائحه الانتخابات في البرلمانات والنقابات ان يكون اللي ينجح من اول مره بغض النظر عن نسبه 50% زائد 1 اعلى الاصوات؟ لان احنا في اي جوله اعاده لا المراه ولا الشباب ولا الفقراء ولا الاقباط يقدروا ينجحوا ب 50% زائد 1. هل نمتلك شجاعه ونمتلك طيب ده مقترح حضرتك طرحته، ايه تاني؟ اتفضل عشان الوقت. ده الاقتراح الثاني، هل ممكن نوجه كل الجهود في الفتره الحاليه لمسانده بلدنا ودعمها؟ طبعا احنا كده بنساندها على فكره ابونا، لان الهدف منها في الاخر ان احنا نوصل لدوله مدنيه وطنيه، وده طبعا دور كبير على الكنيسه وعلى الازهر. بشكرك جدا الانبا لوقا. معانا اخر مكالمه بليز، الوقت خلص. روماني ميشيل ناشط حقوقي، اتفضل استاذ روماني. اهلا استاذه رولا الاعلاميه الكبيره، ازي صحتك؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك يا فندم. دلوقتي يا فندم بس في عجاله بسيطه، الاستاذ رامي كامل اللي موجود عند حضرتك اللي هم بتوع شباب مسبيرو، هؤلاء اخذوا موقف من ثوره 30/6، اخذوا موقف واضح من ثوره 30/6، مش لهم مثل الاخوان. يعني هؤلاء لم ينزلوا في ثوره 30/6 يا فندم، وكانوا بيسموا ما حدث في هذه الثوره العظيمه بانها انقلاب، وتربصوا بالكنيسه الوطنيه كمؤسسه عظيمه وكبيره. ده كلام كده في خريطه الطريق. عندك دليل على الكلام ده؟ كان عندك ادله هنجيلب الاتهامات الكثيره، ومن هذه الاتهامات كل شويه يقول لك الاسقف فلان بيتكلم بجانب الفيديو ولا حاجه ليها دليل. تكلم عندما يتكلم الاسقف انسان له الراي السياسي يا فندم. الراي السياسي بعيد عن الراي الديني، الاسقف لم يوجه، وهذا الفيديو الذي يذيعه الاخ رامي الصوت فيه غير واضح تماما، واحنا حاولنا. لا هو الفيديو سليم، لا الفيديو سليم. والراي في الاخر يرجع للانبا بولا اللي هو تم هو ليه انت ما تحدثتش مع الانبا بولا مباشره صحيح؟ طيب ولا انت بس بشكرك جدا يا استاذ روماني على هذه المداخله. والله احنا اتكلمنا، بس عايزه اؤكد ان احنا كلمنا ابونا بولا، بس ابونا الانبا بولا هو قال انه الانبا بولا. ليه انا قلت ابونا؟ ايه المشكله؟ لا هو الانبا ده يعني رتبه، وابونا دي رتبه. انا بعتبر انا متربيه في راهبات انه كل السر يبقى راهبه، وابونا لكل الرهبان او القساوسه، حتى ممكن اقول لابونا توادرس ابونا. يعني انا بالنسبه لي كده، ما تفتكرش ان ده غلط. لا خالص. ليه بس توضيح اخير، انا مسلمه اقول اللي انا عايزاه. الحركات القبطيه تمام للاسف اللي بيعمل لصالح فعلا الملف القبطي، والملف ده شائك ومليان في مشاكل. فين؟ يعني احنا مثلا على طول الاسبوع اللي فات دول مهتمين كائتلاف اباط مصر، ده مؤخرا يعني بالمشكله الخاصه باديره وادي نطرون والسيول اللي حصلت فيها، وطالبنا امبارح مخاطبه وزاره الاثار واليونسكو بالتدخل، وتواصلت مع دكتوره مونيكا حنا، ونزلت لجنه فعلا النهارده من الاثار قيمت، احنا كائتلاف اباط مصر قدمنا مشروع قانون مكافحه الفتن الطائفيه، قدمنا مبادره وزاره انشاء وزاره الوطن، ده اعلان لتطوير الدوله ونهضتها. الناس دي وضعها ايه؟ الناس دي دورها الكامل مكمل
مهاجمه الكنيسه وقيادات احنا مؤسسه حقوقيه يا فندم، انت ما تقوليش اعمل ايه، انا مؤسسه حقوقيه، مالكش تقول لي ان انا اعمل ايه، مالكش انك تفهم التوجه ليك. ده ما يخصكش. كل التوجه ليس في خدمه المجتمع بل في الاعتداء. لا احنا بندعم الدوله المدنيه والمزايده على الكنيسه والكنيسه. احنا بندعم الدوله المدنيه اللي انتوا بتنتهكوها. حتى فكره لا الاحزاب الدينيه ما خدش الشيء ومقابله في ميزان واحد، زي ما الحمد لله الاحزاب الدينيه قدمت بلاغ ضدكم، يسمع تسجيل يونس مخيون ويهاجمه، ولا ده حصل ولا ده حصل. هي المهاجمه ضد الكنيسه، مزايده ضد الكنيسه، تعاليه ضد الكنيسه. ليه انا شفت صفحه حضرتك؟ لان عايز اشوف ايه فكر وايديولوجيه الذي يعمل داخل هذه المنظومه الفاشله من دعوات تظاهريه ضد الكنيسه وتفشل، دعوات تظاهريه ضد الكنيسه وتفشل، ادعاءات كاذبه وتفشل. ابونا بولس حليم نفسه يكذبه ويعترف ان هو كذب ويعتزل ابونا بولس حليم وبرضه مسلم. انت عرفت الا ظرف المكالمه؟ انت بتتكلم كلام مرسل، عرفت الا ظرف المكالمه؟ ابونا بولس حليم يا فندم من غير مكالمه انت اعتذرت على صفحتك لما بولس على شويه. اوكي انا بس مش هطول في الكلام كتير. نصيحه، حاولوا تشتغلوا في الملف اللي مليان مشاكل. اتكلموا في شيء ما يخصكش، اتكلم فيما يخصك، اتكلموا في البنات اللي اتكلم فيما يخصك، مش انت اللي هتعلمنا. في قوانين واقفه مش انت اللي هتعلمنا، مش تتكلموا في المزايده على الكنيسه، مش انت هتعلمنا. لا اعلمك، لان واضح ان انت ما يخصكش. اتكلم في تجهل كل انا عايز اتكلم، انا مش عارف اتكلم. لا اتفضل. انا مش عارف اتكلم. لا اتفضل اتكلم. اولا احنا بنتكلم كداعمين للدوله المدنيه، احنا بنرجو الكل يا جماعه بعيد عن اي مزايدات رخيصه ملهاش لازمه، احنا بنتكلم في انه عندنا دوله مدنيه لابد ان احنا نحافظ عليها، مسلمين ومسيحيين لازم نضع حد لتدخل الدين في السياسه، احنا عندنا تسجيل واضح، عندنا ادله كتير جدا بننشرها كلنا على صفحاتنا من اجل خروج رجال الدين من العمل السياسي، عندنا مواقف واضحه بقى لها سنين. فمن فضلكم يا جماعه يا قداسه البابا توادرس، خد موقف من اللي بيحصل دلوقتي، خد موقف من اللي بيحصل حالا، خد موقف، لانه الوضع ده يؤدي بالبلاد الى خطر. انا بقول لك يا قداسه البابا رساله واضحه وصريحه على لسان الشاعر احمد فؤاد نجم، ان مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر. اما المديح سهل ومريح، يخدع لكن بيغر. الكلمه دين، وانت قلت كلمه ان الكنيسه مش هتتدخل في السياسه، من غير ايدين، بس الوفا على الحر. من فضلك يا قداسه البابا، انت رجل حر، اوفي بوعدك. خرج الكنيسه من السياسه دلوقتي من اجل مصر. بشكركم شكرا جزيلا. انا عندي تعقيب اخير، انا من الناس المؤمنه ان المسلمين زي المسيحيين لهم نفس الحقوق في هذا البلد، وما دمت انا في برنامجي بناقش تدخل المسلمين رجال الدين او حزب النور في السياسه او الاخوان المسلمين او اي من رجال الدين حتى المشايخ في الجوامع انهم يخطبوا ويوجهوا الناس، وبرفض ده، فبالتالي انا شايفه من مبدا المواطنه، من مبدا المساواه ما بين المسلمين والمسيحيين، حلقه النهارده كان لازم تتم حفاظا على الوطن من الفتنه وارساء لمبدا المواطنه، وان احنا نبطل نتعامل بحساسيه مع ملفات خاصة بالمسيحيين، نقول لا أصل ده موضوع خاص بالمسيحيين يبقى نتعامل معاه بحساسية. لا، اللي بنتعامل معاه كمسلمين نتعامل معاه كمسيحيين. كل الموضوعات مطروحة، وكل الاحترام للأنبا بولا وله حق الرد أينما أو كيفما يشاء. كلمناه، قالت لنا المساعدة بتاعته ان هو جاي من سفر وتعبان لذلك لا يستطيع الرد، ولكن هو طبعا على الرحب والسعة في اي وقت يستطيع يحفظ له حق الرد. اشوفكم بكرة بإذن الله، الى اللقاء.